كان في قرار من رئيس نادي الزمالك بإلغاء التعاقد مع بريزنتيشن بسبب ضمن الأسباب مهاجمة أحمد سليمان لنادي الزمالك في تحليل المباريات. رأيك؟ كلام كله كذب. هات لي مرة. أنا احترامي لجماهير نادي الزمالك من يوم ما قدمت استقالتي لم أرد على أي حاجة تخص نادي الزمالك، ولن أتعرض لنادي الزمالك ولن أتعرض لنادي الزمالك. إيه؟ لا اصل خالد بيقول لنا خلاص مش اصل ده من مش هسأل خلاص. ده كان من ضمن السؤال اللي هو سأله كابتن خالد. انا يعني هو نص. ثاني حاجة أقول لك مفاجأة لأول مرة. أتحدى أن هذا الموسم أنا أتقاضى أي مبالغ من قناة النيل أو برزنتيشن في العقد. أنا كنت راجل شغال متطوع. طيب. لتفرغي أكتر لعمل لا الشرطة. أنت ما بتبصش الموضوع الفلوس ده أنا عارف. معاك مهيبة كابتن أحمد. دلوقتي يا كابتن احمد كان علاقتك مميزه جدا بالمستشار مرتضى منصور وكنت بتعمله وعلى فكره كان عايز يرجعه تاني. والدنيا كانت تمام. فجاه الدنيا قلبت وانت مش من طبعك على فكره. يعني انت من طبعك مش هجومي يعني مش هجومي، مش بتاع مشاكل. انت بتدافع وانت بتصد. يعني انت بالعكس بتصد بس. يعني انت كنت حارس مرمى. لن اتكلم عن اي مشاكل تخص نادي الزمالك. انا ما بتكلمش عن مشاكل. انا مش عايزك تتكلم عن مشاكل. انا يكفيني بس. مش عايزك تتكلم عن مشاكل يا مهيب. انا بس في كلمتين قالهم كابتن خالد ودي عندي كفايه. ان اداره نادي الزمالك كان عايزه ترجعني تاني، ودي اكبر رد على اي حاجه بتتقال بعد كده. ما هو ده اللي احنا بنقوله. ما فيش امكانيه ان يبقى في قعده صلح. يبقى انا اللي كنت صح. لا انا ما بتكلمش عن القانون يرجع صلح. انا اما اداره الزمالك تحاول اكتر من مره ان هي ترجع احمد سليمان مش هتكلم تاني خالص.